يا مساء النور، يا مساء الأمل والسعادة والتفاؤل. كيفكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، اليوم رجعت لكم فيديو كيف الإنسان يكون واثق بنفسه حتى لو هو مش واثق بنفسه. أول شغلة حبايب قلبي، لازم تمرنوا نفسكم كتير منيح. أولا، أهم شغلة الإنسان يكون واثق بنفسه، لازم يهتم بمظهره الخارجي، يعني بلبسه. لازم يكون لبسه نظيف. تانيا، لما يكون ماشي في طريق عام يرفع كتوفه لفوق، ما ينفع ينزل كتوفه لتحت. لو نزل كتوفه حبايبي لتحت، هذا علامة بتدل على انك انسان شخصيتك ضعيفة، مش واثق بنفسك. وراسك مرفوع الى الامام، وعينيك برضو مرفوعة الى الامام. ثالثا، لما تيجي تتحدث مع اي حدا، من الافضل انك تحط عينك بعينه. هذه الشغلة رح تثبت للشخص اللي انت قاعد قدامه عم تتحدث معه انك انت انسان واثق بنفسه. حاول تدقق شو لون عينه. فهاي الشغلة رح تثبت للي حواليك انك انت انسان واثق بنفسك، ورح يحترمك ورح يقدرك حتى لو انت مش واثق بنفسك. بس مجرد ما حطيت عينك بعينه، وخد بالك حاول تنتبه على لون عيونه. بهاي الشغلة رح تثبت له انك انت انسان واثق بنفسك. رابعا، لما حبايب قلبي تيجي تتحدث مع أي حدا، حاول تستمع له كتير منيح. بهاي الحالة صدقني رح يحترمك ورح يقدرك، ورح على طول دائما يسأل عنك، ويحب يقعد معك ويحب يتحدث معك لأنك مجرد اسمعته. ومعنى أصح، حاول أعطيه نصائح إيجابية. يعني كيف؟ يعني دائما خليك إنسان متفائل، إنسان إيجابي. ابعد عن السلبيات تماما على طول. يعني خليك مبتسم للحياة. صدقني إن الكل رح يركض حواليك، والكل رح يجري حواليك في مجرد بس إنك على طول إنسان مرح. شغلات بسيطة فينا نكسب محبة العالم. خامسا، خليك إنسان غامض، لا تخليك كتاب مفتوح للجميع. بمعنى إنه لو أنت كنت كتاب مفتوح للجميع، الناس مش هتركض وراك، الناس مش هتعمل لك اي اهتمام. ليش؟ لان الناس عارفين عنك كل اشي، مش بحاجة لإلك. بيقولوا بينه وبين نفسهم هذا انسان تافه، ما عنده اهميات في الحياة، ما عنده اهداف في الحياة حتى يصل لإلها. لازم حبايب قلبي تكون غامض. حاول خد من العالم ولا تعطي. صدقني بهاي الشغلة اللي راح تعملها، الكل راح يركضوا حواليك، الكل راح يحاولوا يعرفوا شو هي أخبارك، شو عم تعمل في يومك، شو هي أهدافك. الكل راح يركضوا حواليك، والكل راح يعمل لك اهتمام زيادة عن اللزوم. حبايب قلبي، صدقني لو انت اتبعت هدول الخطوات، راح تكون من الشخصيات القوية، أو بمعنى أصح تكون كسبت شخصية قوية. ومع الوقت رح أثبت لك إنه كلامي صادق لو أنت اتبعت هدول الشغلات. واكتبوا لي في التعليقات. إن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم، وأترككم برعاية الله. وقبل ما بختم حبايب قلبي معكم هذا الفيديو، لا تنسوا تصلوا على النبي 100 مرة في اليوم. ولا تنسوا برضو تستغفروا وتذكروا رب العالمين 100 مرة في اليوم. وأترككم برعاية الله. مع السلامة، وإن شاء الله مساكم جميل بإذن الله.